طعم الضحك. علام الضحك. لا على الصراط مررتم ولا إلى الجنة تؤخذون ولا من النار تنجون وتضحكون. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل. تذكر وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا، والنار تلهب من غيظ ومن غضب على العصاة ورب العرش غضبانا. اقرأ كتابك يا عبدي على مهل، فهل ترى فيه حرفا غير ما كان؟ فلما قرأت ولم تنكر قراءته وأقررت إقرار من عرف الأشياء عرفانا، نادى الجليل خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصى إلى النار عطشانا. اللهم يسر حسابنا ويمن كتابنا وثقل موازيننا، زحزحنا عن النار، أدخلنا الجنة يا عزيز يا غفار. قال سبحانه: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فتخيل نفسك إذا تطايرت الكتب ونصبت الموازين وقد نوديت باسمك على رؤوس الخلائق: أين فلان ابن فلان؟ أين فلان ابن فلان؟ استعد للوقوف بين يدي الله. هلما إلى العرض على الله، وقد وكلت الملائكة بأخذك فقربتك إلى الله. لا يمنعها اشتباه الأسماء باسم أبيك، فإذا عرفت أنك المراد بالدعاء وإذا قرع النداء قلبك فعلم كأنك المطلوب. فارتعدت فرائصك واضطربت جوارحك وتغير لونك وطار قلبك، تخطى بك الصفوف إلى ربك للعرض عليه والوقوف بين يديه. وقد رفع الخلائق إليك أبصارهم وأنت في أيدي الملائكة، قد طار قلبك واشتد رعبك بعلمك أين يراد بك. ستسأل عن كل صلاة تخلفت عنها، وهل حفظت الصوم والزكاة؟ هل أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر ودافعت عن أعراض المسلمين؟ ستسأل عن حقوق وواجبات وأوامر ومنهيات، فمنهم من يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، ومنهم من يحاسب حسابا عسيرا ويدعو ثبورا. فحاسبوا أنفسكم عباد الله، حاسبوا أنفسكم عباد الله. قال صلى الله عليه وسلم: يأخذ الله عز وجل سماواته وأرضه بيديه فيقول: أنا الله، ويقبض أصابعه ويبسطها ويقول: أنا الملك، أنا الملك. فتأمل حال العصاة والمجرمين في ذلك اليوم، يوم يشتد غضب الجبار جل في علاه. وقالوا لجلودهم: لم شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله، أنا الله، أنا الله. قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. يطلبون رضا ربهم فلا يستجاب لهم.
حاسبوا أنفسكم عباد الله، حاسبوا أنفسكم عباد الله. فتأمل عبد الله موقفك غدا بين يدي العزيز القهار، والله إنها ساعة لا يخفى على الموقنين رهبتها ولا على المتقين شدتها. اللهم يسر حسابنا ويمن كتابنا وثقل موازيننا، زحزحنا عن النار، أدخلنا الجنة يا عزيز يا غفار. ما ألذ الحياة وما أجملها حين نعيش فيها هداية القلب وراحته، وتسكن فيها النفس سكونا يحقق لها الأنس والسعادة، بل يتعدى ذلك إلى تحقيق أعظم القربات إلى الله. كل ذلك بمجرد أن تلجأ إليه لجوءا صادقا.